السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم هاد الشلاضه الرائعه الغنيه تبارك الله، كتجي زوينه بزاف. ومع هاد الحر كنحتاجو بزاف الشلايض يكونوا هكا باردين، بطريقه سهله وبسيطه. خوتي خواتاتي، الله يحفظكم، الله يجازيكم بالخير. الا عجبتكم الوصفه ما تنساونيش من لايك، واللي ما مشتركش اشترك معايا. مرحبا بكم والف مرحبا بالجميع، وندوزو ان شاء الله للطريقه. بسم الله. عندي هنا شلاضه ديال الخس اللي غادي نستفها هي الاولى في الطبسيل. بعد ما غسلتها مزيان درت لها شويه الخل ونشفتها. دابا غادي نستفها هكا في الطبيصل. هي الاولى. هاد الشلاضه كتجي رائعه، كتجي زوينه، كنصحكم باش تجربوها. عندي خيزو محكوك، واحد الحبه ديال الجزر محكوكه، حكيتها في الحكاكه الغليظه. نوزعو مزيان هذا خيزو على الشلاضه. نزيدو البربه اللي قطعتها بهذه الطريقه من بعد ما سلقتها، ونزيد معاهم واحد الحبه ديال الخيار قطعته حتى هو بهذه الطريقه هكا. غنضيف التفاح. ما تنساونيش اخوتي من لايك، الله يحفظكم، الله يجازيكم بالخير. غادي نضيف الليمون هكا، قطعته انا هكا طريفات بحال هذا الشكل هكا. هذا النافيل قطعت واحد جوج حبات حتى هما غنضيفوهم بهذه الطريقه كما كتلاحظوا معايا. صافي غادي نوزع مزيان هذا النافيل، هذا الليمون بهذه الطريقه. كنشوف البلاصه اللي ما فيهاش غنوضع فيها. هنا عندي لافوكا اللي كتكون فاش كتكون رخيصه كنشريها وكنديرها في المجمد. كنديرها غير هكا في السلوفان وكنديرها في المجمد. دابا كنحتاجوها في الصيف هكا. انا غادي نزين بها هكا من الفوق. هي كتبقى زوينه، كتبقى رائعه. كنشريها في الوقت ديالها فاش كتكون رخيصه وكنديرها في المجمد. هانتوما كتشوفوا معايا كتبقى زوينه، وكنحتاجوها بزاف في الصيف، الشلايط، العصير. خوتي خواتاتي، الله يحفظكم، الله يجازيكم بالخير. الا وصلتوا حتى لهنا ما تنساونيش من لايك، واللي ما مشترك يشترك معايا. مرحبا بكم والف مرحبا بالجميع. عندي هنا شويه ديال الزبيب والكركاع حتى هو غادي نضيفو بهذه الطريقه. نضيف عاود الكركاع. هنا عندي شويه ديال التمر حتى هو قطعته بهذه الطريقه. الحاجه اللي عندكم ديروها، اللي ما كتبغيوهاش ما ديروهاش. هذا الشيء غير كنقترح عليكم انا، هذا الشيء هكا. اللي عندكم في الدار ديروه، اللي ما عندكمش ما ديروهش، واللي ما كتاكلوهش ما ديروهش. قطعته هكا بهذه الطريقه التمر. كيجي واحد الطبق رائع. هنا دابا غادي ندوز نصوب معكم لاصوص. هاد الصوص غادي نسقيو بها
الشلاضه ديالنا من الفوق. هنا عندي الحامض معصر، غادي ندير 2 معالق كبار. عصرت كذلك البرتقال حتى هو 2 معالق كبار، مع معلقه صغيره ديال الموطارد، واحد راس معلقه صغيره ديال الابزار، شويه د المليحه غير شويه. عندي هنا معلقه كبيره ديال العسل. هاد الصوص كتجي خليط ما بين الحلاوه والملوحه، كتجي زوينه. نضيفوا واحد 2 معالق تقريبا ديال الزيت. بغيتو ديروا زيت المائده ديروها، بغيتو ديروا زيت الزيتون ديروه حسب الذوق ديالكم، على حسب الذوق ديالكم واللي متوفر عندكم. صافي، ونخلطوا مزيان هاد الصوص. انا راه غالبا كندير معاها ياغورت مسوس، دابا ما عنديش، ما متوفرليش، دابا اكتفيت غير بهاد المقادير هادو اللي عندي. غادي نخلط مزيان هاد الصوص حتى يندمجوا لي المقادير مع بعضياتهم. صافي، من بعد ما تخلطات لي مزيان، دابا غادي نوضعها على الشلاضه ديالنا. نوزعها كل هاد لاصوص على الخضار وعلى الفواكه. صراحه الطبق كيجي رائع، كيجي زوين بزاف. وفي الاخير عندي هنايا طريفات ديال الحوت ديال الطول، غادي نضيفهم هكا بهذه الطريقه. واللحوم اللي عندكم ضيفوهم، يمكن لكم تحطوها غير هكا، تقدموها بدون اللحوم غير هكا. بغيتو ديروها عاود الصدر ديال الدجاج، صوطيو الصدر ديال الدجاج وقطعوه قطع صغيره وحطوه بهذه الطريقه. هاد الطبق ديالنا شوفوا تبارك الله كيفاش داير، شوف كيفاش كيجي. يقولوا لي واش ما كيشهيش؟ رائع. هاد الحر هذا يصلح لنا غير هذا الطبق ديال الشلاضه، رائع، طبق متكامل. خوتي خواتاتي الله يحفظكم، الله يجازيكم بالخير. الا عجبتكم الوصفه ما تنساونيش من لايك، واللي ما مشترك يشترك معايا. مرحبا بكم والف مرحبا بالجميع، وبالسلامه عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.